هذه الشهادة التقديرية تقاسمونني إياها، وألف شكر لكم، وسأضعها تذكارا على مكتبي مهداة، وسأعتبر أن أهل ومدينة تركيز كلها هدتني هذا الدرع. ألف شكر. فهذا التقدير للأستاذ محمد عزوزي يقدمها له الأستاذ نور الدين الفيلاني. قلبتهم عفوا محمد عزوزي. الصديق العزيز رشيد العلام يقدم شهادة تقدير إلى ياسين الدراس، الخطاط، خطاط تركيز وخطاط المقهى الأدبي في تركيز، ونشكره على المجهودات التي يقوم بها وما يقدمه للمقهى الأدبي بتركيز. الأستاذ الكريم الدكتور محمد عباسي يقدم شهادة تقدير للرائع بالبكري مولاي إسماعيل. الدكتور محمد عباسي يقدم شهادة تقدير للرائع بالبكري على المجهودات التي يقوم بها خدمة للثقافة في مدينة تركيز. على الأستاذ والصديق مجمع الكيك يقدم شهادة تقدير للسيد القصري بوبكر على المجهودات ومساعدته من أجل إشعاع الثقافة بمدينة تركيز. دي فيديو صافي الصديق الشاب الرائع رشيد علام يقدم شهادة تقدير للدكتور محمد عباسي. الأستاذة إسلام تقدم شهادة تقدير للأخت الكريمة الجوال كليجة على عناء السفر والمساعدة في الصحافة.
مولاي إسماعيل البكري الشاب الرائع يقدم شهادة تقدير للصديق الرائع والصحافي والإعلامي محمد مقراش تقديرا لما يقوم به. بالمناسبة من أراد أن يطلع على هذا الحفل فليدخل إلى طابور الدكتور نور الدين الهلالي الصديق الرائع يقدم شهادة تقدير لصديقنا العزيز رشيد علام تقديرا له ما يقوم به من أجل إسعاد نجوم الثقافة بمدينة المنظور وحضوره اليوم معنا بتركيز من أجل ترسيخ مبادئ الثقافة دائما نطلب من الصديق العزيز المبدع مولاي الحسن تقديم شهادة تقدير للصديق والأخ والعزيز الروائي والشاعر محمد العرجوني أول منسق المظهر الأدبي بوجدة والذي تكبر تعب صبر لمدينة وجدة دائما من أجل زرع الثقافة في أي مكان من هذا الوطن العزيز عبر كافة التراب الوطني المغربي، وهو مثل يقتدى به بالمقاهي الأدبية بالجهة الشرقية برمتها، وهو إنسان وأخ رائع لا أكتفي من الثناء عليه بحيث غادي يسيبوا جمعيتي. أخير العقول الطفل المدلل، الطفل الذي لا يشيخ. حسي الصديق العزيز بجمع الكريك تفضل يقدم لي أنا اجتمعك أنا دخل رشيد بالله تحسبوا على هو نشد معاه هو بلاتي بالاحضان يلا وعلى بنايا شكرا.
وتعلم. شكرا للمقهى التركيز الذي نتمنى له كامل التوفيق والنجاح دائما من اجل الثقافه. وقبل ان نمر الى حفل التوقيع اود ان اذكر الاخوان الكرام بالمقهى الادبي لتركيز أن الصديق الدكتور نور الدين الفيلالي سيقدم نسختين من إنجازه أنطولوجيا القصة القصيرة جدا بشرق المغرب، ورواية العلامة بين التاريخ والتخيل، مهداة إلى المقهى الأدبي في شخص منسقها السيد الصديق العزيز بوجمعة الكريمي. نطلب من الصديق العزيز بوجمعة أن يبقى هنا ويقدم له مولاي الحسن بن سيدي علي ديوان عودة عريس وديوان خويا العربي. تفضل. شكرا للدكتور نور الدين الفيلالي، وشكرا للصديق مولاي الحسن بن سيدي علي على هذه الهدية للمقهى الأدبي. بدوري أقدم للمقهى الأدبي دعمي الكامل ودعم صديقي العزيز العرجوني محمد لنستفيد من تجربته في تسيير وإنشاء المقهى الأدبي. أظن أن هذا ذخيرة للمقهى الأدبي، ونضع أنفسنا رغم إشارة الثقافة بمدينة تركيز. شكرا للإخوان. نمر أعتذر حصلت عليكم، نرجو المعذرة. ونمر الآن مباشرة إلى حفل توقيع الديوانين لمولاي الحسن بن سيدي علي. فمن أراد توقيعا فليتصل مباشرة بالروائي والزجاج الرائع والمسرح.